في هذا الفيديو غادي نشوفوا وثائقي على مقام الشهيد اللي ولا واحد المعلمه اللي كتثير الانتباه ديال العالم كامل، وبكثره الشهره ديالو ولا كينافس برج ايفل فرنسا. هذا الشيء اللي كيقولوا هذا الوثائقي. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف، تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهايه. تطأ قدمك البلد يقابلك واحد من أعرق وأضخم المعالم في العالم، مقام الشهيد الذي يساوي مرتين تمثال الحرية. يتربع على مساحة هكتار واحد، ويظهر المقام في كل مكان من أحياء العاصمة الجزائرية نظراً لعلوه، وكان حصناً عسكرياً قبل أن يشيد نصباً تذكارياً لحصيلة كبيرة من التضحيات. شهد المكان عدة معارك تاريخية، ويعتبر موقع تعذيب رئيسي في زمن الاستعمار الفرنسي. تم تصميمه من قبل الفنان الجزائري بشير يلس سنة 1981 مع مهندسين في شركة لافالين في مونتريال الكندية، إذ خطط برفقتهم لبناء مجسم يخلد الثورة. قامت خلالها شركة لافالين التي كلفت ببناء مقام الشهيد بالتعاقد مع رسامين جزائريين وأوروبيين آخرين، وهم الخطاط إسكندر عبد الحميد والنحات البولوني ماريان كونشني، حيث تطلب تشييده 9 أشهر كاملة. تم تدشينه من طرف الرئيس الشاذلي بن جديد بمناسبة الذكرى 20 لاستقلال الجزائر بأعالي العاصمة، بالضبط على هضبة الحامة المطلة على خليج الجزائر وضواحيها، حيث يكون الصورة المرئية الدائمة للذكرى التي تخلد أبطال الثورة الجزائرية. يستقبل زائر الجزائر بشموخ وكبرياء، ترتفع قبته وتترامى سعفه في سماء خليج الجزائر. مقام الشهيد معلم يتربع فوق هضبة شهدت معارك طاحنة مع الغزاة. شيد في عهد الرئيس الراحل شاذلي بن جديد، وولدت فكرة إنشائه إبان حكم الرئيس الراحل هواري بومدين ليكون صرحا لتخليد مآثر الشهداء والمقاومين وتضحياتهم. يضم مقام الشهيد ديوانا يسمى برياض الفتح، ومتحفين كبيرين للجيش الجزائري، وآخر يلقب بمتحف المجاهد، يناط بهما أرشفة وحفظ تراث الثورة الجزائرية. أتى ليكون معلم فارق ويكون مزار للرؤساء وكذلك لكل من له يريد أن يكون على علم ودراية بما عاشته وتعايشه الجزائر وما مستقبل الجزائر. أسفل سعف مقام الشهيد تقع منصة للترحم على أرواح الشهداء، حيث توضع باقات الزهور، وهو بروتوكول إجباري ومحطة في الزيارات الرسمية لقادة دول العالم إلى أرض الشهداء. كل سعفة من سعفات هذا الصرح التاريخي تعكس ثبات وشموخ مواقف الجزائر الثورية والتحررية، وكل مجسم جندي واقف تحتها يؤرخ لمراحل المقاومة الجزائرية الثلاث وشعلتها المتقدة في نفوس الجزائريين الثائرين. نصب تاريخي يتوسط الجزائر العاصمة كان ولا زال يعد محجا للسياح جزائريين وأجانب، ولذلك تود السلطات العليا في البلاد أن يحظى بالمكانة الطبيعية والحقيقية كورقة رابحة في مجال الاقتصاد السياحي. مقام الشهيد أو رياض الفتح نصب تذكاري للثورة الجزائرية يطل على العاصمة الجزائر بعلو 92 مترا ليخلد المقاومة والكفاح ضد الاستعمار الفرنسي. بني هذا الصرح التاريخي والثقافي سنة 1982 بمناسبة إحياء الذكرى 20 لاستقلال الجزائر. هنا في رياض الفتح رائحة الأجداد، رائحة التاريخ، رائحة الماضي بالحاضر.
حين يتواصل الأجيال. رياض الفتح هو منظار سياحي يتوسط معلم اسمه مسجد الجزائر الأعظم، وكذلك حديقة الحامة الكبيرة. علاوة عن قيمته التاريخية، يعد رياض الفتح ومقام الشهيد مقصدا للسياح من داخل وخارج البلاد، لما يتوفر عليه من ساحة شاسعة ومطاعم ومقاه ومحلات بخدمات متنوعة، فضلا عن قاعات سينما وفضاءات مخصصة للأطفال، إذ يعد مكانا مفضلا للراحة والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة. ويأخذ المقام شكله الهندسي من الفن الإسلامي، حيث يتألف من 3 أوراق نخيل تتحد في منتصف الارتفاع. أسفل كل ورقة نجد تمثالا يرمز لإحدى حقبات حرب التحرير 3، وشعلة أبدية وسردابا ومدرجا يسمى بمتحف المجاهدين. خلدت الجزائر أرواح الشهداء بنصب شامخ يطل على العاصمة بعلو 92 مترا، يزوره السياح والمسؤولون والرؤساء والملوك ليضعوا إكليل الورود. هنا أجبرت فرنسا على الوقوف ترحما على أرواح شهداء الجزائر. مقام الشهيد أو رياض الفتح معلم يرى من جميع زوايا مدينة الجزائر، يذكر الشعب بتاريخ نضاله وتضحياته ومقاومته وكفاحه ضد آلة الاستعمار الفرنسي. يأخذ مقام الشهيد شكله الهندسي من الفن الإسلامي، حيث يتألف من 3 أوراق نخيل تتحد في منتصف الارتفاع. أسفل كل ورقة نجد تمثالا يرمز لإحدى حقبات حرب التحرير 3، وشعلة أبدية وسردابا ومدرجا ومتحفا تحت الأرض يسمى بالمتحف الوطني للمجاهد، كما يضم أيضا متحفا مهيبا للجيش. نصب تاريخي يتوسط الجزائر العاصمة كان ولا زال محجا للسياح جزائريين وأجانب، ولذلك تود السلطات العليا في البلاد أن توليه القيمة الحقيقية التي يستحقها كورقة رابحة في مجال الاقتصاد السياحي. يتربع رياض الفتح على مساحات خضراء شاسعة، أهمها غابة الأقواس بسحرها وأشجارها الفريدة، كما يضم وسائل ترفيه توفر خدمات متنوعة طيلة أيام السنة وأماكن مخصصة للأطفال. مكان هادئ، كاين طبيعة، كاين لهوة نقي باش نجو نريحو نبدلو شوية على الروتين تاع اليومي. هنا أفضل مكان في العاصمة. إذا حبيت تشوف العاصمة تجي هاد البلاصة نشوفها مليح على الدرجة 360، بصح لازم يدخلوا المستثمرين هنايا. يعد هذا المكان الوجهة الأفضل للراحة والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة، مثل هذه العائلة التي جاءت من ولاية توغورت على بعد قرابة 700 كيلومتر جنوب العاصمة. هذه المرة الثانية نجي لمقام الشهيد، جينا باش نشوفوا المكان تاع الثورة، مكان تاع، وثاني جبنا الدراري باش يلعبوا وباش يحوسوا. كاين اماكن الراحه، وكاين وين يلعبوا المطاعم، وكاين وين تاخذ صور تذكاريه. يوميا يستقبل مقام الشهيد آلاف الزوار، ويمكنك الوصول إلى هنا عبر مختلف وسائل النقل من سيارات أو حافلات. ويعد التلفريك أو المصعد الهوائي الوسيلة المفضلة للسياح من داخل وخارج البلاد، خاصة بالنسبة للأجانب الذين يجدون كل الترحاب والمعاملة الحسنة وحفاوة الاستقبال. لما يجوا الجزائر يشوفوا العكس واش كانوا يعتقدون في بلدانهم، لما يجوا الجزائر يشوفوا أشياء يعني ما كانتش يتصوروها، وهذا الشيء كاع مصلحة الوطن ومصلحة البلاد ومصلحتنا لينا. هذه هي السياحة.
احنا نتعاملوا معاهم ما نتعاملوش معاهم كاجانب، نتعاملوا معاهم كأناس يعني جزائريين، يعني بنحسوهم باللي راهم في وطنهم الثاني. يعني اي سائح، ما عندناش حنايا اختيار بين سائح وسائح او بين يعني بلاد وبلاد. قضى عمي يوسف بين جنبات رياض الفتح 4 عقود، دخل كموظف شاب مفعم بالحيوية، وهو اليوم يستعد لأخذ تقاعده بعد رحلة عمر مرت كلمح البصر. لا يحتفظ عمي يوسف سوى بذكريات وآمال لازدهار المكان الذي قضى فيه سنين عمره وشبابه خدمة للسياح. قضيت الحياة تاعي في رياض الفتح من 84 وأنا في رياض الفتح، وماذا بي هذا رياض الفتح يعاود يولي كما كان، خاطرش نهار دخلنا ليه هنا هذا رياض الفتح استقبلنا رؤساء، استقبلنا الأجانب، كلاني قلبي على رياض الفتح. أنا حبيت كي نروح من التقاعد رياض الفتح نشوفوا لاباس، نشوفوا مليح. غابة الأقواس كانوا يجوا ينحوا على خاطرهم، كنا من داك نديروا لهم السينما في المسرح. كلام العم يوسف يحمل حسرة على تدهور حال رياض الفتح رغم أهميته كوجهة مفضلة للمواطنين والأجانب للتنزه والسياحة والارتباط بالتاريخ. وأعلنت وزارة الثقافة الجزائرية عن مشروع أكبر عملية ترميم تسجل لديوان رياض الفتح بمختلف هياكله منذ إنشائه عام 1982 لإعادة الاعتبار للمعلم الأبرز والأكبر في الجزائر. على غرار مقام الشهيد غابة الأقواس قرية الحرفيين ومركز الفنون لاسترجاع حركيتها الثقافية والاقتصادية والرقي بها إلى أعلى مستويات الخدمة. مقام الشهيد أكثر من مجرد معلم، هو شاهد مادي شامخ يضيء سماء الجزائر ليحكي للعالم قصة ثورة وتضحيات عظيمة قدمها الشعب الجزائري البطل في سبيل الحرية. هو حلم الرئيس هواري بومدين الذي حققه خلفه شاذلي بن جديد، واحتضنه الشعب كرمز للمقاومة والنضال، مثلما احتضن الثورة المظفرة ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي الوحشي، فسجلها التاريخ من أعظم ثورات العصر الحديث. كريم قندولي، قناة الغد. المهم حتى لهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إلا عجبك الفيديو خلي لايك، قلنا الآراء ديالك في الكومنتير. تهلاو.